ماما خدي، بابا جاب لك الكيس ده. ده ايه ده؟ كيس ايه ده؟ معرفش. ده فيه ايه؟ معرفش. طب هو انا فاضيه يعني؟ زي ما انتوا شايفين بروق وبمسح ترويقه العيد، لقيت سما جايه بتقول لي بابا بعت لك الكيس ده وبيقول لك اعمليها النهارده علشان ناكل. افتح بقى الكيس، وطبعا ما كنتش فاضيه وكنت متضايقه جدا وعلى اخري. بفتح كده بصوا لقيت المفاجاه دي، اتصدمت منها. يعني ده مش وقته يا جماعه؟ ايه اللي انت جايبه ده؟ جايب لي لسان باللغلوغ بتاعه اعمله؟ ده لسه حتى العيد ما جاش، اصبروا عليا لحد ما اخلص. المهم ما فيش برده فايده، خدته بقى ورحت كده غسلاه تحت الحنفيه كويس، ونقعته بقى بشويه ملح كده وليمون علشان تطلع لي منه اي ريحه او اي زفاره، ولازم نغسله كويس. بعد كده بقى جيت على النار، حطيت كده حله فيها نصها ميه، وحطيت فيها ورق لورا وحبهان، وكمان حبايه كده من القرنفل او المسمار زي ما بيقولوا عليها في بعض الدول العربيه. شويه التوابل البسيطه دي هتطلع لي كل الزيوت العطريه اللي فيها، وتخلي اللسان معانا او اي حاجه تكوني بتسلقيها هتبقى حلوه معاكي، مش هتكون فيها ريحه مش مرغوب فيها. عصرت بقى عليها كمان كده الليمون، ليمونه واحده، وابتديت برضه احط القشر مع الميه بتاعه اللسان، ونزلت اللسان. اول ما الميه بتغلي معانا، قعد معايا بالظبط ساعه الا ربع على النار، وابتديت ان انا اول ربع ساعه اسيبه على نار عاليه، وبعد كده النص ساعه الباقيه وطيت عليه النار. وجيت بقى قطعت كده بصلايه كبيره، وقطعت كمان طماطميتين. ممكن بقى لو حابه تحطي فلفل حراق سبايسي يبقى برضو حلو جدا. هنا بقى بعد ما استوى معايا ابتديت ان انا طلعته صفيته، وبقشره بقى، بقشر اللسان كده نفسه زي ما انتوا شايفين. هو طبعا سخن بس بيتقشر معايا بكل سهوله، بس خلوا بالكم يعني يا ريت تقشروه بعد كده ما يبرد معاكم. ابتديت ان انا اقشره، بصوا الجلده دي بتتشال. ابتديت بقى اقطعه كده قطع صغيره بالشكل ده. طبعا هتلاقوا كمان يعني في كمان عظم، يعني انتوا لو حابين تحطوا العظم ده في قلبيها حطوها. انا بصراحه ما حطيتهاش، انا رميتها على طول. وابتديت بقى اجيب على البصل، حطيت شويه ملح وشويه فلفل اسود. مش هحط فيه بقى توابل كتيره ولا اي توابل، هو طعمه هيبقى حلو كده بالتوابل البسيطه اللي احنا حطيناها دي. هنحط بقى بعد كده، او هجيب طاجن وهبتدي بقى احط فيه شويه كده طبقه من البصل، وكمان طبقه اللحمه، واحط بقى فوقيه كده طبقه البصل مع الطماطم جواها كده بالشكل ده. هتديله بقى طعم ونكهه حلوه جدا. علشان بقى احنا طبعا هندخله دلوقتي الفرن، هبتدي ان انا بعد ما ارص عليه كده البصل والطماطم. بصوا طاجن يعني بسيط وسهل، تقدروا تعملوه كمان في العيد، مش هتقفوا كتير في المطبخ. ودي اسهل وابسط طريقه للحمه الراس او اللسان بالاخص يعني. حطيت بقى شويه فلفل اسود وملح كده من على الوش عشان يظبطوا كده الطعم، لان انا ما كنتش حاطه كتير على البصل، وكنت حاطه على البصل بس. هبتدي بقى دلوقتي ارش عليه كده حوالي معلقتين كبار من الزيت. ممكن تستبدلي الزيت بسمنه، بس انا عايزه اقول لكم هو اصلا بيبقى تقيل، فبلاش سمنه. حطي كده شويه زيت عشان الخضار كده يلمع ويديها طعم حلو. وهبتدي بقى اقفله علشان ادخله الفرن. يقعد معانا حوالي نص ساعه في الفرن، ولازم تغطيه علشان يفز بالبخار ويطلع معانا مستوي جدا، وكمان الطماطم والبصل يبقوا مستويين. وقبل ما اقفل باب الفرن دوسوا لايك وشير للفيديو، يلا ما تنسوش، يلا لايك وشير يا حبايبي للفيديو. دلوقتي بقى طلع معانا بصوا بالشكل والجمال ده. بصوا ريحته خطيره وطعمه حلو جدا 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 فوق ما تتخيلوا. بصوا بقى اللحمه دايبه ومستويه. ورحت بقى بسرعه كده عامله شويه رز بشعريه، ما هو مش هيتاكل بقى لوحده يعني اكيد. عملت بقى رز كده بالشعريه، خطير يا جماعه وطعمه حلو قوي قوي مع اللحمه، بألف هنا وشفا. واللحمه بقى مستويه. وبصوا يعني عايزه اقول لكم خلصته مفيش وقت، قليل جدا. ورجعت تاني علشان امسح بقى واكمل تنظيف في الشقه. بألف هنا وشفا، جربوه اعملوه بجد تحفه وخطير وطعمه حلو جدا جدا جدا. وبألف هنا وشفا. كنت معاكم مي امين، واستنوني في وصفات تانية جايه كتير. كل سنه وانتم طيبين، ودايما يا رب مع حبايبكم متجمعين.